بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم ويوم جديد من ايامنا في كلام في الكوره. وحشتونا الاسبوع اللي فات كله. ما كناش معاكم، ويمكن كمان الرياضي كله ما كانش موجود الاسبوع اللي فات كده لظروف التسجيلات وانشغال القناه بخريطه شهر رمضان المعظم. ربنا يعيد عليكم الايام بخير ان شاء الله. لكن رجعنا تاني ومع حضراتكم و كلام في الكوره، كلام كتير محتاجين نتكلم فيه. هنرجع للمنتخب وهنرجع لاتحاد الكوره وهنرجع للخطه اللي جايه. هنتكلم عن الاهلي وهنتكلم عن الزمالك وعن بيراميدز وعن المصري، عن الاربعه الفرسان بتوعنا في البطولات الافريقيه. لكن خلوني قبل ما ابدا حلقتي ارحب بضيفي وضيف حضراتكم محللنا الفني في قناه الحدث اليوم وكلام في الكوره، كابتن رامي سعد نجم مصر الزمالك السابق. كابتن رامي برحب بيك، مشرفني منورني، وكل سنه وانت طيب يا حبيبي، وسعيد ان انت معايا النهارده في اول لقاء بعد الاجازه. حبيبي يا كيمو، كل سنه وانت طيب يا حبيبي، وعيد ميلاد سعيد حبيبي تسلم. ودايما يا رب العمر الطويل ليك كده، وفي سعاده وصحه وهنا يا رب ان شاء الله. ودايما انت عارف دايما بتشرف دايما بالتواجد معاك يا حبيبي. حبيبي يا رب. حاجات كتيره جدا، لكن عشان بس ما نتوهش والفكره ما بتروحش مننا. المنتخب عايز تقييم شامل كامل عن المشاركه في افريقيا. منتخبنا المكاسب اللي طلعنا بيها من هذه التجربه، مباراه قويه جدا. الانطباع الاخير وقبل الاخير هم بس اللي كانوا مش افضل حاجه بالنسبه لنا، ولكن المنتخب عمل اللي عليه. كابتن حسام راح للنقطه اللي ما كانش حد متوقعها. رامي نصف النهائي لعبنا على الثالث والرابع، ما كانش فيه خلاص كل معنوياتك. الامور بقى اللي بره الملعب، المؤتمر الصحفي، الازمه مع الصحافه المغربيه، وبعدين الامور رجعت تاني على افضل ما يكون يعني. لكن شايف التجربه كلها بتاعه كابتن حسام مع المنتخب في افريقيا عامله ازاي؟ في الاول خلينا نقول ان المشاركه في بطوله افريقيا، احنا طالعين اول مجموعتنا من الدور الاول من اول ماتشين، وعملنا نتائج جيده. خلينا نقول يمكن احنا ادائنا ما كانش افضل حاجه في المجمل، ولكن قدرنا ان احنا في المباريات ان احنا نوصل لدور قبل النهائي. وده كانت يعني ده كان الهدف من مجيء كابتن حسام حسن. نعم. خلينا اقول يا كريم ان كابتن حسام طبعا قلنا قبل كده لو يخلوا في حد متحدث رسمي بدل كابتن حسام هتفرق كتير جدا مع المنتخب. لان تصريحات كابتن حسام دايما كابتن حسام عفوي، واوقات بيقول كلام في الغضب ما بيقدرش يسيطر على نفسه. فده في اوقات بيعمل مشكله كبيره جدا، وده حصل. وشفنا ده عمل ازمه كبيره جدا بيننا وبين الشعب المغربي، اللي احنا اصلا يعني احنا شعبين شقيقين وفي موده وحب بيننا كبيره جدا. بس يعني تصريحات معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وتصريحات المهندس هاني ابو ريده في هذا الصدد، والبيان الرسمي اللي طلع من الوزاره والبيان الرسمي اللي طلع من اتحاد الكره، اعتقد ان الامور رجعت تاني على افضل ما يكون، وتم تدارك الامر. خلينا نقول ان تم احتواء الامر والامور رجعت تاني افضل ما يكون. بس خلي بالك ان التصريحات اللي طلعت دي عملت ازمه كبيره، خلي بالك يا كريم. ولكن خلينا نقول احنا في المجمل ككوره المنتخب جيد، نقدر نعمل حاجه، نقدر لو اشتغلنا بشكل كويس افضل من كده ممكن نقدر نعمل حاجه. عندنا مجموعه من اللعيبه مش قليله، ولكن عندنا مشاكل لابد ان احنا نحط ايدينا عليها. عندنا مشاكل في النواحي الدفاعيه، لابد ان يبقى في تطوير للنواحي الدفاعيه، لان احنا عندنا مشاكل كبيره جدا فيها، ويمكن دي هي نقطه الضعف الكبيره في منتخب مصر. النواحي الدفاعيه عندنا والتمركزات الدفاعيه للعيبه فيها مشاكل كبيره. المكاسب اللي احنا خدناها ان انت يعني كنت بتنافس في دور ال 16، عملت مباراه كبيره. في دور الثمانية عملت مباراة كبيرة. يمكن السنغال كمان منتخب، انت خسرت يا كريم من حامل اللقب الماضي والحالي. يعني السنغال هي اللي خدت اللقب السنة دي وخدتها عن جدارة. الحقيقة منتخب جيد جدا، عرف يلعب في البطولة بشكل كبير جدا، فانت خسرت من البطل. الدراماتيكيه اللي حصلت فيه ضربة الجزاء والانسحاب، يعني سيناريو غير متوقع، سيناريو غير مفهوم. يعني هو هنا بقى يعني في المواقف اللي زي دي هي دي كرة القدم بقى، هو ده السحر بقى بتاع كرة القدم. ما خلينا اقول لك ان المدرب السنغال مدرب ذكي، قدر يضغط على اللعيبه ويحط لعيبه المغرب تحت ستريس كبير جدا بالانسحاب وان اللعيبه تدخل الاوضه وبعدين اللعيبه تخرج تاني من غرفه الملابس. كل الحاجات دي اثرت كتير جدا على منفذ
ابراهيم دياز. ضربه الجزاء. نعم. والحقيقه واحد من افضل الناس اللي بتشوط في المغرب. واحد من افضل الناس في البطوله. ايوه دي حقيقه. وهداف البطوله وهداف والله البطوله العظيم طبعا. يعني لو لا، جات لعيب له كبير. مليون مره مش هتتحط كده هو ومش هتتلعب كده. هو خانه التوفيق ان هو مش كده، قدام مش حارس كبير. مش المباريات دي اللي ومندي بتتلعب كمان فيها خلي ضربات بالك حارس الجزاء كبير قوي بالطريقه يا دي كريم. يعني. نعم مندي طبعا. حارس عظيم الحقيقه. طبعا. عملاق يعني، وطويل الراجل ما وعرض اتحركش. وقوه ما ومهاره اتحركش يا راجل. لا جول كبير ما ينفعش يتعمل معاه كده. نعم. يعني فالحقيقه كانت بطوله طبعا رائعه. منتخب مصر طلع بمكاسب طبعا كبيره. عوده امام عاشور لجزء من مستواه. نعم. دي كانت الحقيقه من المكاسب في البطوله. مصطفى شوبير بدايه حارس جديد لمنتخب مصر. ممكن نشوفه في كاس العالم القادم حارس منتخب مصر. شفنا بعض اللعيبه الحقيقه بشكل كويس وبشكل مميز. يمكن شفنا تريزيجيه مش في احسن حالاته، وشفنا مرموش الحقيقه في معظم البطوله جيد جدا. فعندك مكاسب من بس مرموش المشاركة. كان عنده افضل من كده، كان عنده الاحسن، كان انت عنده عندك مشكله كريم. الناس كلها كانت معوله على الثنائي محمد صلاح ومرموش. انت عندك مشكله يعني يا كريم، عندك مشكله ان لعيبه لما انت بتضغط ما بتعرفش تخرج بالكوره. بتلعب اللونج باص في نص ملعب الخصم وتروح تدافع عليه وهو يبدا يهاجمك تاني. لما بتقطع الكوره ما عندكش لعيبه او كواليتي اللعيبه اللي يقدر يعمل 3 4 5 لمسات في مكان في مناطق صغيره. طب انت راجل مدرب، انا ما عنديش المعطيات وما عنديش الادوات اللي تنفذ لي طريقه ان انا اطلع بالكره من تحت. يبقى لازم العب على الاطراف. طب يبقى دي مش غلطه. انا امكانياتي، انا دلوقتي طالع معيش جدول مثلا المجموعات بتاعه افريقيا، يبقى مش هتكلم فيها عشان ما اقولش رقم غلط. فانا المعطيات اللي معايا ان انا معايا الجداول بتاعتي، معايا المباريات، شغل الاعداد بتاعي جاهز، فهبتدي اطلع اتكلم مش هقول معلومه غلط في الحته دي. كابتن حسام ليه ما غيرش؟ ليه ما حاولش ان هو يعيد التدوير، يعيد التفكير في حته الخطه، ان انا اتنازل عن جزء من ده ما دام انا المعطيات اللي معايا والاوراق اللي معايا مش مساعداني. انت عندك مشكله في اصل الناس بتلوم على اللعيبه. كابتن رامي، انا ليه بسالك السؤال ده؟ انت بتلوم على اللعيب ليه؟ انا امكانياتي 1 2 3 4، انت عمال تطلب مني 5 6 لحد 10 ليه؟ وخلي بالك كابتن حسام هو ما لهمش بداوا من تحت. ازاي كابتن رامي؟ كل طريقه اللعب بتاع كابتن حسام لا ما لهمش بداوا من تحت صدقني. ازاي؟ كابتن حسام بيلعب دايما على اللونج باص، بس على اللونج باص من غير فرود ما تمشيش. يعني انت بتلعب باثنين والاثنين بعيد عن التمركزات في عمق الملعب. كل الاهداف اللي جت فينا بسبب الاخطاء بتاعه عدم الطلوع الصحيح بالكره. انت شفت مثلا يعني كره الشناوي على كره مثلا بتاعه زيزو لما جري في نص الملعب وبعدين قام لعبها لتحت هي الكره دي بتاعه الشناوي هي. طيب ما هو مش عارفين نطلع بالكره. ما هو بص بقى، مش عارف تطلع بالكره ليه؟ لان اصلا الكواليتي اللعيبه اللي عندك تحت ضعاف. فانت عندك مشكله، كل ما بتحاول تقطع الكوره تحت بتسلمها لفرقه الخصم. اطوع بقى طريقه اللعب يا كابتن رامي وعدل طريقه اللعب بتاعتي تتماشى مع امكانيات لعيبتي وما اقعدش مصمم على طريقه لعب مش ماشيه معايا. انا بتكلم ليه كده؟ عشان اللي جاي. مش خلاص بقى، ما انا مش هقعد ابكي انا على اللي فات. كابتن حسام مش عايز يقتنع ان لابد ان منتخب مصر يكون عنده مهاجم قوي. مصطفى محمد النهارده بيسجل هدف في الدوري الفرنسي بعد عودته، وعامل مباراه مكسر بها الدنيا. بعد ما احنا قلنا عليه ربع محترف راح الدوري الفرنسي اول ماتش جاب جول. فانت بتتكلم على ان النهارده انت كراجل المفروض ان انت يعني عندك مهاجم بيلعب في الدوري الفرنسي، المفروض ان انت تهتم بيه وترفع من روحه المعنويه وتلعبه اساسي وتبني عليه خطه، لان يعني مصطفى لعيب قوي بدنيا وجسديا، فكنت تقدر تبني عليه في الكرات الطوليه بقى اللي انت عايز تعملها دي. المفروض ان انت مثلا لونج باص اللي انت عايز تعملها دي كان يبقى مصطفى بين الاثنين سردباكات، بحيث ان لما الكره تتلعب من الجول طوليه من الباك طوليه تلاقي واحد تقدر تطلع عليه. ده كان محمد صلاح بينزل لتحت قوي عشان يستلم الكره عشان تبدا تخرج بيها. هيلعب على مين؟ امام كان دايما بيهاجم. فانت للاسف يعني عندنا مشاكل كبيره جدا في منتخب مصر في تاسيس اللعيبه. الحقيقه كواليتي اللعيبه كريم مش افضل حاجه. كابتن حسام برضو القدرات اللي حواليه مش مساعداه بشكل كبير، ولكن عندك اكتر من لعيب تقدر تبني عليه في الفتره اللي جايه. نعم. خلينا نروح لكاس العالم، ويمكن اعتقد النهارده او بكره في اجتماع لمجلس اداره اتحاد الكوره عشان اعداد خطه، يعني الاعتماد الخطه الاعداد لكاس العالم، وفي اعتقد كمان مباريات وديه، وفي شغل معمول الفتره اللي جايه كويس جدا. لكن انت لو هتتكلم مع كابتن حسام او هتوجه رساله لكابتن حسام والجهاز الفني، ايه المباريات
اللي احنا محتاجين نلعبها عشان نروح نواجه السنغال، نواجه نيوزيلندا، نواجه اي حد. حتى كمان انت ان شاء الله هتتاهل للدور ده، واملنا كمان الدور اللي بعده، مش احنا نتاهل للدور التالي 32، لا احنا 64 لسه في 32 وفي 16. فاحنا عندنا فرايتي كتير جدا، ان احنا ان شاء الله عندنا طموحات وعندنا احلام، والتارجت بتاعنا ان احنا نعدي دور، يعني نوصل حتى لل 16 يا عم وخلاص. بعد كده مش مشكله، هيبقى عملنا انجازين مش انجاز واحد، ان احنا هنبقى كسبنا مباريات وطلعنا الدور التالي وطلعنا الدور ال 16. هتبقى عملت اللي ما لا يعمل في الكره المصريه من كابتن حسام. طيب ده هيحصل ازاي؟ ايه الروجيتا اللي الكابتن رامي يحطها دلوقتي للمنتخب لينا، عشان حتى كمان بعد كده لما اجي اقعد اتكلم معاك واحنا في كاس العالم في امريكا وكندا والمكسيك، ابتدي اقول لك كلامك ده احنا عملناه وما جابش نتيجه، كلامك ده لما عملناه جاب نتيجه، ابتدي ارجع لك تاني في نفس الكلام ده. خليني اقول لك ان انت هتلعب، انا شايف ان هو يلعب من غير المحترفين او الدوليين. الفتره اللي جايه دي يعملوا ماتشات كتيره جدا للعيبه اللي موجوده دي مع فرق كبيره، يعني في التوقفات في الاجنده الدوليه او التوقفات يعني من غير الدوليه. محترفين، يعني النهارده انت مثلا ليفربول مش هيبعت لك محمد صلاح في ماتش ودي مش رسمي، يعني ودي مش في توقف مثلا. انت هنا تقدر توقف الدوري يا كريم، يعني انت هنا في مصر تقدر توقف الدوري زي ما انت عايز. ما اعتقدش ان حد هيسمح بتوقف الدوري. لا ازاي يعني؟ هي الدوله ولا الدوري؟ لا الدوله ولا بس الدوري؟ انا بقول لك ما اعتقدش ان في ما خلينا نقول بقى احنا، انت دلوقتي هيبتدي التفكير في الحته دي. انت دلوقتي اولا كان حسام ما طلبش، ما هو لازم يطلب، ما طلبش، لازم يطلب ان النهارده انا عايز اعد اللعيبه دي بشكل كويس، وعايز اجهز اللعيبه على طريقه لعب تتماشى معانا في كاس العالم. لو لعبت بالطريقه دي في كاس العالم هنخسر من كل الفرق اللي هنقابلها. بجد والله الطريقه دي طريقه عقيمه في اللعب يا كريم. حته ان انا افضل ادافع طول الوقت، محمد صلاح ما بقاش بنفس القوه والباور بتاعه. أيوة صح. ان انا اقدر اطلع عليه ويعمل سبرنتات ويروح فكره منتخب باصي صلاح دي مش ماشيه دلوقتي، لان صلاح كبر، كتر الف خيره والله، عندك كتر خيره يعني. صلاح شال المنتخب طول السنين اللي فاتت ديت من غير فرقه بيلعب يا كريم 10 12 سنه لوحده. فخلينا بس ما نقصيش عليه، لان الحقيقه الواحد بيزعل قوي لما يشوف الناس بتعامله بره ازاي واحنا بنعامله وحش. ويقول لك اصل هو بيجي المنتخب ما بيلعبش، هو بيجي يلعب بس اللي حواليه مش لعيبه كوره. يعني معظم يعني هنقول ايه، 70% من الكواليتي لعيبه اللي موجوده في منتخب مصر غير مؤهله ان هي تبقى في منتخب مصر. ولكن هي دي القماشه اللي عندك. زي مين يا كابتن رامي؟ يعني مين من اللعيبه اللي مش اللي ما تستحقش ان هي تكون؟ محمد هاني لا يستحق انه يكون في منتخب مصر. احمد عيد لا يستحق انه يبقى في منتخب مصر. اسامه فيصل لا يستحق انه يبقى في منتخب مصر. صلاح محسن لا يستحق انه يبقى في منتخب مصر. عندك عدد كبير يا كريم، عندك عدد كبير من اللعيبه. بحييك والله على صراحه. انا عايز اقول لك على حاجه، واحد من اللعيبه المهمه جدا ان انت ما لعبتهاش طول البطوله، مهند لاشين. لعيب مميز جدا 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 جدا، لعيب عنده النواحي البدنيه العاليه وعنده الكره بتاعته جيده جدا. اكرم توفيق انا ازاي اكرم توفيق ما زلت اكرم توفيق يعني الراجل انا النهارده ان اكرم ما اتضمش بالظبط. انت خلي بالك، ما هو قلبت على كابتن حسام في الاخر. النهارده لما محمد هاني اتطرد عملت ايه؟ لعبت باحمد عيد. واحمد عيد ما يشيلكش. احمد عيد لعيب ما عندوش كوره، هو عنده سرعه وعنده النواحي الذهنيه مش سريعه في القرارات، وما عندوش مهاره، فما يعملكش حلول. مش صفقه مفيده للنادي الاهلي ينجح مع النادي الاهلي ولا ما ينجحش؟ كان عمر كمال نجح، ما هو نفس الكواليتي، نفس الكواليتي بتاع الاثنين. هو جري ويزق ويجري. احمد عيد ده دفاعيه وان هو يعني لعيب لسه 19 سنه و18 سنه، كان مكسر الدنيا مع نادي الزمالك في افريقيا وفي كونفدراليه وهنا وهنا، كان مكسر الدنيا. ما اتطورش يا كريم، يعني في لعيب يطور من نفسه. يعني مروان عطيه طور من نفسه كتير قوي. نعم. بالفينشنج على الجول، باللونج باص. مروان من افضل اللعيبه دلوقتي في مركزه في مصر. مروان ما كانش كده الاول. نعم. طور من نفسه. عندك النهارده مثلا اكيد النادي الاهلي ساعده، اكيد طبعا وجوده في النادي الاهلي ساعده كتير جدا. اللعب الكتير يا كريم، احنا لما جالنا طارق حامد يا كريم ما كانش بيعرف يلعب. نعم. كان طارق حامد كل قصته في الحياه انه يقطع يدي اي حد اقرب حد ليه يلعب له الكوره. لما جه فيريرا عمل ايه؟ اشتغل على النواحي التكتيكيه بتاعته. يمكن اول سنه طارق حامد ما لعبش خالص. ليه؟ لانه ما كانش هيأدي بالطريقه اللي عايزها الراجل. نعم. فالراجل بدا يطور منه. بدا يلعب لونج باص، بدا يلعب على قدام، عمل كل حاجه طبعا. بصراحة. غير نص ملعب. لما بتكلم معاه يعني هو يدين بالفضل في الحته دي لفيريرا. فشغل المدرب هنا بيبان، واللعيب بيبقى قابل للتطور. لكن انت النهارده احمد عيد اصلا ما بيلعبش اساسي في معظم الماتشات في المصري. واخد منتخب مصر تعمل بيه ايه؟ لعيب صغير في السن، انا معاك، بس مش صغير، ده 26 سنه، مواليد 2001، 25 سنه. ما بقاش عيل صغير. ما احنا مشكلتنا النهارده بتبص على مين يا مال بيلعب عنده 16 سنه، وبتيجي تقول ايه ده احنا عندنا لعيب لسه زي ايشو مثلا اللي بيلعب في الزمالك، احنا بنقول عليه لسه ناشئ. عنده 25 سنه، ناشئ فين؟ الناشئ ده اللي هو عنده 17 سنه 18 سنه اقول ناشئ، لكن من لحد ما يوصل 20 سنه خلاص ما بقاش لعيب ناشئ. اقول عنده ما عندوش خبرات،
عنده لسه نقص في الخبرات نعم. اللي هي خبرات اللعب، لكن ما اقولش عليه ناشئ. لا ناشئ ايه؟ انا بقول على لعيب عنده 26 سنه ناشئ. دي برضو من الحاجات المفاهيم الخطا اللي احنا بنشتغل عليها. فكابتن حسام محتاج ان هو يلعب مع منتخبات كورتها سريعه، لان هيقابل ده في كاس العالم. مش محتاج يلعب مع مباريات في افريقيا، دي نصيحه، لان يلعب على نفس امكانيات اللعيبه او المنتخبات اللي هيقابلها في كاس العالم. يعني ايه؟ يعني النهارده انت هتقابل نيوزيلندا، انت كراجل مدير فني النهارده هتجيب كل الفيديوز بتاعه نيوزيلندا في الفتره الاخيره، اخر مثلا 10 ماتشات لنيوزيلندا بيلعبوا باسلوب لعب عامل ازاي، طريقه اللعب عامله ازاي، التحولات الدفاعيه والهجوميه بتاعتهم عامله ازاي، بتحول من الدفاع للهجوم ازاي، بتحول على مين، العناصر القوه والضعف اللي عنده لما بيتحول بالكوره، ايه نقط القوه اللي عنده، ولما بتتقطع منه الكوره ايه نقط الضعف اللي تبدا انت تشتغل عليها عشان تقدر توصل لمرمى نيوزيلندا. عندك منتخب ايران، عندك منتخب بلجيكا، تبدا تجيب، لازم تلعب مع منتخبات على نفس القوه في سرعه اللعب ورتم اللعب يا كريم، لان احنا لما بنتحط تحت رتم عالي ما بنعرفش نعمل التوازن بين الدفاع والهجوم، يا اما بنلعب لعب مفتوح وده ما يتماشاش مع امكانيات لعيبتنا. احنا لعيبتنا لو ما لعبتش لعب اللي هو الكلوز كلوز بول طول الوقت، ان انت تبقى قافل على الكوره في كل اتجاهات الملعب وتلعب بضغط وتلعب بضغط منظم، تتوه. ليه؟ لان اللعيبه عندنا مش متاسسه ومش متعلمه. يعني مش متعلمه بايه؟ يعني مثلا توجيه الضغط، ما عندكش حد في يعني الا من رحم ربي طبعا، اللعيبه الكبيره، اللعيبه اللي بتلعب في اوروبا عارفه يعني ايه توجيه الضغط، ازاي انا اوجه الضغط في اتجاه وابدا اضغط فيه عشان اقطع الكوره. فلو انت النهارده عايز تعمل حاجه في كاس العالم، سيبك من الدوليين دلوقتي او اللعيبه الدوليه، وابدا شوف باللعيبه المحليه، لان انت قوام منتخبك كله لعيبه محليه. فانت دلوقتي لازم تبدا تعمل ماتشات كتير جدا للعيبه دي. وانا بقول لك يا كريم، احنا طول عمرنا وكل انجازاتنا وكل تاريخنا باللعيبه المحليه. كل الانجازات اللي عملناها في الدنيا كلها، في الكوره كلها. لا بس خلي بالك، انا بص، انا ضد المقوله دي يا كريم. احنا طول عمرنا يا كابتن ما عندناش محترفين، وانت مش ضدها. انا هقول لك ليه، كابتن ده واقع. طب خليني اقول لك ليه ما ينفعش. انا ضدها ليه دلوقتي؟ حضرتك ما ينفعش تبقى ضد حاجه هي امر واقع مسلمات. انا ما عنديش محترفين، انا عندي كابتن محمد صلاح قال لك بقوا 3/4. انا ضد، بيقول لك 2 محترفين اوروبا. احنا ما عندناش يا كابتن، عد غنماتك يا جحا. احنا خدنا ده، لا انا مش ضد كده، انا مش ضد ده. انا ضد ان احنا نفضل نقول ان احنا طول عمرنا بناخد البطولات بالمحليين، ده لما كان عندنا لعيبه الكواليتي بتاعها عالي. حصل. لكن انا دلوقتي عندي لعيبه كواليتي ضعيف، لعيبه مش متاسسه، لعيبه معظمها جايه من انديه لعبت لاهلي وزمالك، جايه من انديه ما تاسستش تحت عن الكوره، اسلوب لعب وطريقه لعب وضغط عالي وتيمبو عالي كابتن في الاهلي والزمالك في لعيبه كده مش متاسسين كده. ما هو خلي بالك، بتلوم ليه على اللي جاي من الترسانه، ولا اللي جاي من الترام، ولا اللي جاي من السكه الحديد، ولا اللي جاي من فاركو، ولا اللي جاي من انبي، ولا اللي جاي من بتروجيت؟ عشان كده بقول لك ايه، اهلي زمالك كان لو انا عديت لك الفرقه بتاعت الاهلي كان بيلعب فيها كام واحد في 2010 هتلاقي كلهم 80% او 70% من قوام النادي الاهلي ابناء النادي الاهلي. عماد متعب، حسام غالي، حسام عاشور، ها انزل بقى كده شويه هتلاقي طلع معاهم عفروتو واحمد شكري ولاعيبه كتير. نعم. كان قطاع الناشئين بيفرز كتير. تيجي للزمالك تلاقي علاء علي وحازم امام ومرغني و عمر جابر لا انا بكلمك على اللي بعد، على اللي بعدنا احنا الاجيال اللي بعدنا. انا بقول لك في الفتره اللي هي ايه، اللي هي بعد 2010 هتلاقي كلهم من قطاع ناشئين نادي الزمالك. دلوقتي يا كريم انت اللعيبه اللي بتطلع الكواليتي بتاعها، اللعيبه اللي بتطلع من ناشئين نادي الزمالك دلوقتي الكواليتي بتاعها ضعيف جدا، واللي بيطلع من النادي الاهلي كواليتي ضعيف. اللعيب اللي فيه الرمق وهو لعيب صغير راح برشلونه من النادي الاهلي، حمزه عبد الكريم. انا وانت مش مختلفين على فكره، انا بس بتكلم على اني انا مش هقدر ارمي على شماعه ان انا ما عنديش محترفين. ما هو انا بص بقى، انا مش عايز اعيش على النقطه. عايز تطور يا فندم، عايز مهندس هاني ابو ريد، عايز طور في الدوري، عايز طور في دوري الرابطه، عايز تطور في كاس مصر، عايز طور هنا. ما تبقاش بره ليه؟ ما فيش بره. هقول لك على حاجه، انا لما السيد الرئيس طلع وقال لك احنا ازاي ما عندناش 12000 محترف ولا 12 لعيب، قال لك عايز 6000 او 1000 لعيب مثلا يبقوا محترفين في اوروبا. دلوقتي 9000 شركه عايشه على القصه دي. 9000 شركه في مصر دلوقتي عايشه على القصه دي. كل شويه نسمع عن شركه جايبه 2 لعيب الكوره من الناس اللي قدام وعاملين اختبارات وعاملين مش عارف ايه، وهتتقلب في الاخر سبوبه.
لازم الدوله تحط ايدها على القصص دي. يعني النهارده انت لو انت عايز تطور، النهارده الخطه اللي الدوله هنا انت متمثله في وزاره الشباب والرياضه طبعا واتحاد هو الكوره. مين الدوله في الرياضه الكوره؟ وزاره الشباب والرياضه، وزير دكتور الشباب أشرف والرياضه صبحي. نعم. الحقيقه. الراجل لابد ان هو يبقى عنده الحنكه في ان هو يشتغل على المدربين الاكفاء. هو انت رايك ايه في برنامج كابيتانو مصر اللي كانت فاشل. قول لي خرج مين؟ ولا لا ولا 99 لعيب لعبوا في قطاعات الناشئين، كلهم ما بيلعبوش اصلا في فرقهم، وكانوا بيجبروا ان هم يتأيدوا عشان يقولوا انه في من كابيتانو بيطلع كل ناس. اللي اتعمل في كابيتانو كل ده دوت وكل ده كل ده فنكوش. المصلحه فنكوش. النتيجه صفر. فنكوش، واتصرف فلوس كتير جدا أوي. وكل واحد بيجيب صاحبه ونتمنظر اخر دي اليوم. حقيقة. ونطلع في التلفزيون وعملناها نتكلم. كريم ايه بقى؟ ان هي فقره مسليه. ما هي بره الموضوع ده. واجيب اتنين لعيبه كوره لسه مبطلين يجوا ينصحوا اللعيبه، واجيب 2 مدربين او 2 نجوم ما اشتغلوش في الكوره، اجيب كل واحد يمسك فرقه واعمل سسبنس للناس وابدا اعمل اثاره وابدا اعمل مش عارف مين وشغل. مش هي دي الكوره، مش هو ده اللي هيفرز لعيبه كوره لمنتخب مصر. لو انت عايز تفرز لمنتخب مصر تعمل معسكرات دائمه. تعمل مدارس كوره حقيقيه. زمان كان في مدرسه الموهوبين 99% من الدوري المصري او 80% او 90% كانت كلها من مدرسه الموهوبين. الخطيب ايوه كان كلهم. لحد انت بتتكلم لحد مثلا 2005 2006 كريم كانت قائمه. لما بدات قفلت المدرسه دي انت الكواليتي بدا يقل. ليه؟ لان اللعيب المصري محتاج يتحط تحت التزام وانضباط طول الوقت. النهارده كمان انت في زمن صعب. السوشيال ميديا خلتك انت طول الوقت اللعيبه اللي طالعه دي كلها معاها موبايلات، بيقعد 24 ساعه على التليفون يا كريم. وده بيقلل خلايا في المخ وبيخلي التركيز بتاع اللاعب قليل. دي من الحاجات الثانيه. غير بقى الانشغالات، غير بقى ان انت عندك اصلا حاجات موجوده على اليوتيوب وعلى التيك توك وعلى الانستجرام، حاجات مثيره للاطفال الصغيره دي. المفروض ان احنا كدوله نقف قصادها ونعمل لها بلوك. لان احنا لازم نحافظ على شبابنا. ما انت بص، في عندنا عوامل كتير جدا لابد ان الدوله تحط ايدها عليها. لو انت عايز تطور لازم تطور. خلي بالك يا كريم، الجيل اللي طالع ده والله العظيم مجني عليه، ما يعرفوش الصلاه يا كريم. والله ما بيعرفوش يتوضوا. انا بكلمك بجد والله، تساله ما يعرفش. فانت عندك مشاكل كتير جدا بسبب السوشيال ميديا اللي طلعت دي، واحنا سيبنا اولادنا والدوله مش حاطه ايدها. طب انا هقول لك على حاجه، النهارده انت مثلا لما تبقى قاعد كده مثلا بتتصفح على الفيسبوك وتلاقي واحد مش عارف كروان مشاكل ومش عارف ايه، ده واحد من نجوم مصر. ايه يا جماعه ده؟ هي مصر وصل بيها الحال ان ده يتصدر ان الناس تتفرج عليه وانه يبقى من المشاهير في الدوله؟ لا، لازم أكيد الدوله أكيد فيها لازم يبقى في تقنين. ده اكيد لازم يبقى في تقنين. لازم نحط ايدينا على المشاكل دي. لان المشاكل دي الحقيقه واحده من اسباب انهيار كل حاجه، اخلاقيا ورياضيا وفنيا وكل حاجه، والمواهب والقضاء على المواهب. وده اللي بتدفع ثمنه للاسف المنتخبات، لان احنا كل منتخباتنا اولمبي، شباب صغير، كابتن اسامه، كابتن وائل، كابتن حلمي، وعندنا مواهب كله صفر. وعندنا مواهب يا كريم. خلي بالك، راحوا جابوا متعددي الجنسيات النتيجه صفر، راحوا جابوا لعيبه هنا من الانديه كله صفر. حتى منتخب ابناء العاملين وابناء الذوات اللي كان معمول لهم مخصوص وابناء الطبقه الراقيه برضه صفر. مفيش حاجه. واحنا خلي بالك يا كريم، لازم يكون زي ما كابتن رامي بيتكلم، نعلي من مصلحه بلدنا. احنا يا جماعه كلنا مسؤولين عن اللي بيحصل ده. انا مسؤول وكابتن مسؤول وحضراتكم مسؤولين واتحاد الكوره مسؤول والناس اللي بتختار المدربين مسؤولين واللجنه الفنيه في اتحاد الكوره. اتمنى بقى ان نشوف وجوه جديده، نشوف ناس بقى مثقفه، نشوف ناس دارسه، نشوف ناس عندها مشروع، نشوف ناس عندها بروجكت للنهوض بالكره المصريه في الفتره الجايه على اسس علميه، زي ما المانيا عملت. قالت لك انا هقعد اعتكف على نفسي وعلى منتخباتي 5 6 سنين وهطلع اروح اخد كاس عالم. بقى خد تاني وتالت، ومنتخب اولمبي خد، ومنتخب شباب خد، وعملوا الطفره. المغرب لما عمل كده خد. مش موضوع الاكاديميه بتاعت محمد السادس زي ما الناس بتروج، ما اثمرتش كتير، لكن الانديه السنغال طلعت كل اولادها بره، المغرب طلعت كل اللعيبه بره. فبيجي يجيب اي منتخب دلوقتي يجيبهم كلهم زي ما كابتن رامي عايز او بيتمنى او بيحلم ليه اللعيبه في مصر، ان كلهم متاسسين صح، كلهم واقفين على رجلهم صح، كلهم دارسين فنون وعلوم كره القدم بنسبه 100%. عشان كده بيتحطوا كلهم كجروب واحد في فرقه واحده، كله بينجح. منتخب 15 سنه في المغرب بياخد كل البطولات، 17 20 واحد اولمبي، شباب، محليين، منتخب اول تاني، منتخب الكبير بياخد ثالث العالم ورابع العالم. ايه يا جماعه؟ يا جماعه الموضوع علم، موضوع دراسه. فاحنا اهملنا في حق بلدنا واهملنا في حق الرياضه واهملنا في حق منتخباتنا. اتمنى وبضم صوتي لصوت كابتن رامي ان يكون في وقفه من الدوله الكبيره، وده اكيد هيحصل ما دام فخامه الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه اتكلم في الامر ده.
ثق تماما ان الامر ده في خلال شهور قليله هيكون في تقنين جديد وهيكون في وضع جديد. لا هنمشي ورا الشركات اللي بتبيع وهم، ولا هنمشي ورا سماسره الاكاديميات، ولا هنمشي ورا الناس اللي بتقعد تعمل بروباجندا وتتاجر باولادنا وتتاجر باحلام البسطاء عشان خاطر يقول لك انا هعمل لك محمد صلاح. لا، محمد صلاح لا يقرر، عايز يتكرر يبقى يتكرر باسلوب علمي نقدر نعمله، ونقدر ان احنا نحط اكاديميه كبيره قوي 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 للكره المصريه نشتغل من خلالها. عشان كده هيصب بقى او هيرجع بالنفع على الفرق بتاعتنا في افريقيا يا كابتن رامي، طبعا. سواء اهلي، زمالك، بيراميدز، طبعا. مصري. عايز اقول لك حاجه قبل ما نروح ننتقل من طيب النقطه دي. لو احنا اتحاد الكوره عايز يطور معلومه ببلاش، النهارده اعمل لجنه مراقبين على الانديه، النادي اللي يبيع قطاع الناشئين بتاعه يتوقف. حلوه. خلاص كده، حلو جدا. مفيش حاجه اسمها لعيب يتسجل بفلوس يا باشا، كلها دلوقتي مفيش حاجه اسمها لعيب. ليه بقى يا كريم؟ خلينا نرجع للموهبه هي اللي تستحق تبقى موجوده في النادي. اعتقد في نادي وحيد هو، اعتقد البنك الاهلي، اعتقد يعني لو تدخل لي الذاكره احمد عادل يفكرني ان كابتن بدر رجب في البنك الاهلي تقريبا او في سيراميكا، مش عارف حاجه من الاثنين، بس رفض حاجه زي كده. مفيش نادي في مصر، بس هو رفض. مفيش نادي في مصر مفيش ناس بتاخد من تحت الترابيزه. مفيش نادي في مصر. احنا عندنا مشكله في انا قطاعات بقول لك الناشئين، عندنا مفيش نادي في مصر. عندنا مشكله. اديني نادي في مصر مفيش رئيس قطاع ناشئين بياخد من تحت ترابيزه، مدربين بتاخد من تحت ترابيزه. يا كريم المرتبات بتاعت المدربين في مصر كابتن رامي هي دلوقتي بقت من فوق الترابيزه ومعلن يا كابتن رامي. ليه معلن؟ لان دلوقتي زي ما حضرتك عارف دلوقتي انت بتروح يعني ناس بتشتري القطاع زي ما انت عارف، او بيشتري جزء من القطاع بناء عليه، ده استثماري يعني ايه استثماري؟ للنادي. يعني ايه استثماري؟ لصاحب المستثمر نفسه. الاستثمار ده لابد ان هي تبقى خطه يعني أنا طويله الامد. حضرتك بتتكلم على لفظه بس عشان ما حدش يفكر ان احنا بنقول حاجه او احنا بنقول كل الاحترام والتقدير لكل الناس في كل قطاعات الناشئين طبعا. لكن من فوق الترابيزه تحت الترابيزه دي اللي هي كابتن رامي يقصد بيها ان دلوقتي انت بتروح، انا دلوقتي عندي سعاده اروح مثلا اجيب انيس او اجيب يوسف ولادي عايز يلعبوا مثلا في نادي في بتروجيت، اروح ادفع لكل واحد 15,000 20,000، عايز العبهم في انبي ادفع 20,000. بس انا عايز اقول لك على حاجه، وامضي وابني يلعب ويطلع له وهو ما بيعرفش يلعب. اقول لك على حاجه، ابني ما بيعرفش يلعب كوره هلاعبه كوره بفلوس. اقول لك على حاجه، الناديين اللي تقريبا ما فيهمش القصه بتاعت الفلوس في مصر زد وانبي. ايه زد وانبي. زد وانبي ياخد الموهبه ما ياخدش الفلوس. يعني انبي الحقيقه عامل طفره في قطاع الناشئين، بقاله كام سنه بياخد البطولات بتاعه الناشئين والبراعم بسبب ان هو الراجل قافل على نفسه وبيصرف. مشكله في حته التسنين بعد الشيء، هي دي بقى يعني دي مشكله ثانيه، مشكله كبيره برضه. دي مشكله ثانيه. دي كبيره برضه. ليه هو بيدور ان هو عايز ياخد اوحش بالفلوس؟ خلي بالك، ما هو بص، ما دي بقى مشكله ثانيه. انت النهارده لو خلصت من موضوع الفلوس هتدخل على موضوع التسنين. انت بتلاقي لعيب عنده 20 سنه بيلعب مواليد 17 سنه و16 سنه. بيبان. بص، ما هي مشكله بقى ان النهارده ده النادي، انا وانا في السكه الحديد يا كريم جالي لعيب مواليد 2009 هيلعب مواليد 2011. 2009 هيلعب 2011. هو جسمه قصير بس تكوينه العضلي ما اديش 2011. فجبته قلت له تعالى انت مواليد كام؟ شوف انا هخليك تلعب، هلعبك في الفرقه بتاعتك، بس قول لي الحقيقه انت منين؟ قال لي انا من الحته الفلانيه في الفيوم. قلت له كويس، الحته دي اصلا مشهوره بده، مشهوره بضرب الشهادات للعيبه الصغيره والكلام ده. خلاص كده. المهم قلت له طب شوف انا مش هعمل معاك حاجه، فين شهادتك؟ قال لي شهادتي اهي. مسكت الشهاده مش هي، فيها حاجه غلط. فقلت له بص بقى، دي مش شهادتك، انت دلوقتي انا هقف معاك وهساعدك، هخليك تلعب في فرقتك. انت مواليد كام؟ وقول والله هقول الحقيقه. قال لي مواليد 2009. قلت له طب انت جاي 2009 تاخد مكان لعيب 2011 ليه؟ طب ما تيجي على 2009 ولو انت امكانياتك تلعب في 2009 ما هتلعب. فهي دي بقى المشكله. انت النهارده بتشوف انت بتاخد ان هو قصير بس تكوينه العضلي وسرعته وقوته فارقه، يبقى انت لازم كده بيظهر لما بيجي يلعب بقى في سن غير سنه بيظهر وبيكسر الدنيا والناس بتبقى ايه هتتجنن عليه. بالظبط. فاحنا عندنا مشاكل، تخلص الفلوس هتوصل للتسنين. فانا شايف ان والله احنا عايزين المنظومه كلها تتنسف من اول. خلي بالك في مشكله كريم، ان المفروض ان النهارده الانديه دي تابعه لوزاره الشباب والرياضه. نعم. لابد ان وزاره الشباب والرياضه هي اللي تصرف على الانديه وتعمل موارد داخليه للانديه. يعني النهارده لما جه الوزير الحقيقه عمل حاجه كويسه. الوزاره مشغوله دلوقتي بالتغيير الوزاري. خلي بالك الوزير لما جه ركز في حاجه وما ركزش في حاجات. ركز في الاستثمار الرياضي بس ونجح فيه جدا. خلاص كده نجح فيه جدا بنسبه 9000%. خلاص كده فشل في الاداره الرياضيه. اول مره الرياضه المصريه في عهد الدكتور اشرف صبحي تساهم في ميزانيه الدوله ب 1.3%
في الدخل القومي للبلد هو لاول نجح مره. هو نجح في الاستثمار الرياضي جدا، نعم. بس فشل في الاداره الرياضيه. بمعنى ان هو النهارده ما حطش ايده على المشاكل بتاعه الالعاب ما هي الجماعيه. كل حاجه يا رامي برضو تحت برضو لا مش انا النهارده يعني خلي قطاعات بالك، الناشئين شوف يا كريم، عندك نفس المشاكل دي في رفع كريم الاثقال، أنا في هقول لك على المصارعه، حاجة. في الطايره، في هقول اليد. لك على لعيبه حاجه بتهرب يا عم رامي بتتجنس. ليه بقى؟ عشان كده انا بقول لك بقى، عشان كده انا بقول لك لازم الوزاره تصرف على الانديه وتصرف على اللعبات الرياضيه. انت النهارده عايز لا منتخب مش ولا هيديك مش دعم، عايز؟ هيصرف على الابطال الاولمبيين، انا مش طب هيدي ماشي. الانديه طب دعم. انا النهارده عندي منتخبات، خلاص يسر المنتخبات ده اعمل فيها ايه؟ لا المنتخبات هو بيدعم منتخبات وبيدعم يبقى يعمل ايه منتخبات. بقى؟ يبقى يعمل ايه؟ يبقى انا النهارده عندي مدرسه، مدرسه دي لكل المراحل السنيه، كل مرحله سنيه فيها ما لا يقل عن 30 40 لعيب. انا مش عايز اوصل، خلي بالك يا كريم، انا مش عايز اوصل ان انا مع احترامي مش عايز احط رايه تدريم ان هي تبقى هي رقم واحد في مصر. انا عايز الدوله يبقى لها مدرسه خاصه لتطوير المواهب في مصر، الدوله، وتجيب مدربين. والمدربين دي يا كريم ما تجيش عشان خاطر رامي سعد يعرف فلان يجيبه وكريم ابو حسين يعرف فلان يجيبه، لا ده انت تعمل اختبارات للمدربين. نعم. والمدرب اللي يقدر يعمل لك حط لي خطه. اسس يا عم رامي، انتوا لكم لينسز ولكم شهادات ولكم خبرات والله العظيم يا باشا كريم، من غير ما اعمل لك والله اختبار. لا اديني لا ورق لا وشهادات. لا 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 90% من المدربين اللي معاها شهادات في مصر غير مؤهله انها تبقى مدربين. 90%. يعني هو بياخد حاجات نظر، بياخد شهاده يا مقابل كريم، مبلغ مادي ما بيعرفش ينفذ على الارض. علم التدريب يا كريم يحتاج لموهبه تثقله. انت ما عندكش مواهب كتير جدا في مدربين. اكيد. لكل مجتهد نصيب كابتن رامي. خلينا يلا نروح لافريقيا عشان انت ما بتصدق تمسك في مشاكل معايا وبتسخن انت مني والله العظيم. يلا خلينا دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي متصدر مجموعته، وبيراميدز بتساوي مع نهضه بركان ب7 نقاط. خلينا نروح لمباراه الاهلي الاخيره امام يانج افريكانز، مباراه تريزيجيه تفوق على نفسه في المباراه دي، وفي الدقيقه 45 الهدف في توقيت مثالي جدا جدا النادي الاهلي عشان يخرج الشوط الاول متقدم بهدف نظيف. ودقيقه 75 من الشوط الثاني تريزيجيه بيضيف الهدف الثاني وبيرفع رصيد النادي الاهلي ل7 نقاط في الصداره. يليه يانج افريكانز 4 نقاط، الجيش الملكي المغربي نقطتين، شبيبه القبه الجزائري نقطتين. والمجموعه دي كده يعني كده بالمحسوس كده ويانج افريكانز يعني من البدايه كده الدنيا ايه ماشيه في سكه الاهلي اول ويانج افريكانز ثاني. خليني اقول لك ان الاهلي، يمكن انا قلتها، الاهلي يفتقد رقم 9. نعم. الاهلي يفتقد رقم 9. النادي الاهلي بيلعب من غير مهاجم صريح. من بعد وسام النادي الاهلي يفتقد رقم 9. الهويه كلها اتغيرت بالظبط. فالنهارده الراجل بيعمل ايه؟ جاب النهارده مروان عثمان وضربه بالنار. قال له تعالى من اسبوعين انضمامه للنادي الاهلي، تعالى العب اساسي ويلعب سترايكر، والراجل اصلا بيلعب 8 و10. فانت جبت الراجل حطيته في النار وعملته ايه؟ سترايكر وشادو سترايكر. خامه حلوه يا كابتن. لعيب عنده موهبه. هياخد وقت شويه لما يندمج جوه النادي الاهلي، كان محتاج يخش تدريجي عشان يبدا ياخد الثقه. لان لو انت النهارده جبت اللاعب وهو جديد جيته حطيته في النار وما اشتغلش هيتحرق. ممكن بقى تضرب، بس تضرب امتى بقى؟ لما يبقى لعيب بكواليتي امام عاشور. هو خلاص هو لاعب في الزمالك وعنده شخصيه وهويه البطل، فلما يروح النادي الاهلي مش هيبقى فارق معاه كتير، لانه هو كان في الزمالك بينافس على البطولات، وفي الاهلي هيتحط مع البطولات. لكن انت النهارده الراجل جايبه من سيراميكا، نادي جيد الحقيقه، وبنقول ده البي تيم بتاع النادي الاهلي، وتوأمه الحقيقه ناجحه مع النادي الاهلي ونادي سيراميكا. فطبعا شفت ان المباراه مباراه جيده الحقيقه من النواحي التكتيكيه لتروب. مدرب جيد عنده شخصيه، قيادته الفنيه للمباراه كانت جيده جدا يا كريم، تغييراته جيده في توقيتات مهمه. النادي الاهلي عمل مباراه من النواحي التكتيكيه جيده. يمكن كان عنده مشاكل في بعض الاوقات داخل المباراه، ودي المشكله الدائمه اللي احنا بنتكلم فيها. المدربين لابد ان هي يبقى فيه تدريبات تخصصيه للمدافعين. المدافعين يا جماعه عندنا في مصر عندها مشاكل. المدافع ما ينفعش يخرج بره 6 ياردة على ال 6 ياردة من ناحيتين. هو اخره عرضه الجول، عرضه الجول. انا اخطر حاجه عندي دايما عمق الملعب، والهدف من المدافع انه ما يخليش الكوره تروح للجول. فانا مهم جدا ان لازم يشرح نظري وعملي للعيبه دي، لان انت عندك مشاكل في التمركزات الدفاعيه يا كريم. شفنا حسام عبد المجيد في ماتش الزمالك امبارح عمل كوارث، ولعيب لسه اصلا لاعب منتخب مصر وعامل ماتشين جامدين جدا وعامل حاجه. المفروض انت يا حسام تيجي مثلا الزمالك تشيل فرقه الزمالك في الوقت ده، لا ده انت جاي اللي هو بيقول ايه، انا عايز امشي سيبوني امشي. فالنهارده انت عندك مشاكل في النواحي الدفاعيه لابد ان المدربين تحط ايدهم عليها. والمشاكل دي ما بتبانش غير في الماتشات الكبيره يا كريم، في ماتشات افريقيا، لان الحقيقه
انت ما عندكش هنا في الدوري الاهلي بيهاجم طول ال 90 دقيقه في كل ماتشات الدوري. الزمالك يمكن الفتره بتاعه التخبطات اللي هو موجود فيها، فبقى عارف انت دفاعه مستباح. المشاكل اللي موجوده بقت كبيره، فانت عندك مشاكل في النواحي الدفاعيه للنادي الاهلي الحقيقه محتاجه تظبيطه كويسه جدا. لكن هو في المجمل الحقيقه ادى مباراه يانج افريكانز الحقيقه بشكل جيد. تريزيجيه عريس اللقاء، نعم. هدفين الحقيقه احسن واجمل من نعم. بعض. امام عاشور الحقيقه عامل نقله نوعيه للنادي الاهلي بشكل كبير. نص رجع فرقه النادي بقوة. الاهلي نعم. امام عاشور. اكيد. المجموعه الاولى بيراميدز يعني بيتقاسم الصداره مع نهضه بركان. مباراه كانت قويه جدا، قوي المباراه جدا الاخيره. جدا. نهضه بركان بصراحه عمل ماتش ولا اروع. صحيح. بيراميدز برضو يعني حاسس كده ان هو برضو في ربكه، في هزه كده في اداء بيراميدز. يمكن موضوع رمضان صبحي الازمه الاخيره، وطبعا بتبارك له على الحكم الاخير اللي خده انه طلع بعد ايقاف التنفيذ. لكن بيراميدز يعني لحد الان ما تقدرش تقول غير ان هو محقق المطلوب. المطلوب. هو يعني واصل هو اول هو ونهضة بركان مناصفه بسبع نقاط، صحيح. اول متصدر مجموعته، فصاغ سليم. يعني دلوقتي الامور معاه تمام جدا، ولكن في قلق، يعني في طبعا. قلق، في خوف. لكن ريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموس الزامبي هم اللي مسهلين الدنيا جدا صحيح. جدا على للفريقين. بركان وعلى بيراميدز. يعني هم دول انت كده ضمنت الاثنين. صحيح. يعني الاثنين اول وثاني خلاص خلصت. الاثنين اول يعني وثاني. يعني انت عندك الصداره والوصافه. عندك نهضة بركان اول الدوري، نعم. اول المجموعه ب7 نقاط يتقاسمها مع بيراميدز اول المجموعه بالاهداف. ودي بتقول لك برضو ان بيراميدز ماشي في المسار الصحيح، حامل اللقب الافريقي، بينافس عليه بشراسه. مباراه الحقيقه اتعملت في ملعب نهضة بركان بشكل جيد. يمكن نهضة بركان الحقيقه يعني عمل مباراه قويه جدا جدا يا كريم. كان عنده اكتر من فرصه محققه. تخيل احمد الشناوي نجم فرقه بيراميدز الحقيقه شال اكتر من كره في توقيت مهم. ولكن في النهايه يوري تشيتش الحقيقه عمل او وصل للنقطه اللي هو محتاجها، ان هو كده خلاص هو ضمن ان هو صعد للمرحله الثانيه من بطوله افريقيا. بنتمنى لهم طبعا التوفيق. انا عايز اروح للي عايز اتكلم عنه بس مش عايز، خايف. يعني بصراحه والله العظيم يا جماعه. يعني انا عايز اتكلم كلمتين قبل ما اروح بقى. يعني هتكلم بصوت جماهير نادي الزمالك. يا جماعه اللي بيحصل ده عيب وحرام. عيب في حق نادي الزمالك، وحرام على مجلس اداره نادي الزمالك واداره الكره، وعلى صديقي وحبيبي جون ادوارد اللي بيحصل من فريق الكره في نادي الزمالك. ارجوكم لو لنا خاطر عند حضراتكم، لو انتوا يهمكم مصلحه جماهيركم، رجعوا لنا فرقه الكوره في نادي الزمالك. رجعوا نادي الزمالك. ما هو مش هيبقى موت وخراب ديار. يعني حرام اللي بيحصل في الجماهير والمشجعين. الواحد بقى يتفرج على المقصوره ويتفرج على الدرجه الثالثه في المباراه الاخيره بتاعه المصري. يا جماعه فين الزمالك؟ يا جماعه فين فرقه الزمالك؟ فين هويه نادي الزمالك؟ فين تيشيرت نادي الزمالك؟ فين يا جماعه فين؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ الفلوس دخلت واتصرفت للعيبه والامور تمام وزي الفل. زي الفل. طلعت هنا مره وقلت يا جماعه زوروا الناس، ما فيش 100,000 جنيه في نادي الزمالك. لا، دخل 250 مليون جنيه للاعيبه الكوره ولفرقه الكوره. لا بقى، لا نحاسبكم. لا بقى كلاعيبه وكجون وكجهاز فني تتحاسبوا. انا اعرف ان المدرب الجديد لما بيجي كل التوفيق وكل الدعم للكابتن معتمد جمال، وهو مش مسؤول عن اي حاجه. لكن انا اعرف ان لا اي حاجه في الدنيا بيجي لها مدرب جديد لو هو اخر الدوري بيكسب اول مباراه. بيقاتلوا اللعيبه، بتقاتل وبيبقى في روح. انتوا ايه اللي انتوا فيه ده؟ ايه اللعيبه؟ ايه يعني ايه اللي في المينتاليتي وايه اللي في عقليه لعيبه نادي الزمالك عشان تظهروا بالسوء ده؟ هو انتوا مش شايفين الجماهير اللي في المدرج؟ هو انتوا ما بتشوفوش السوشيال ميديا؟ هو انتوا ما بتشوفوش الناس اللي دمها محروق عشان خاطر نادي الزمالك؟ هو انتوا قد كده مش حاسين بقيمه نادي الزمالك؟ اللي ما يقدرش ومش حاسس ومش قد تيشيرت نادي الزمالك، مع الف سلامه امشي. مشي. جاي لك عروض لشيكوبانزا، مع الف سلامه. المركب اللي تودي حسام عبد المجيد في 60,000 سلامه يا فندم. يا باشا مشي. اللي مش عايز نادي الزمالك ما يعزوش. انت مستني ايه؟ انت مستني ايه؟ مستني لما تخسر السقط واللقط؟ انت مستني لما كل الحاجات تبقى كلها هزايم؟ مجلس اداره نادي الزمالك ابتدوا تتحركوا بقى، خدوا قرارات بقى. والله العظيم بجد خدوا قرار. يا عم خد قرار غلط.
يا فندم خد قرار غلط. انتوا مش عارفين تاخدوا قرار، مش عارفين تاخدوا قرار لمصلحه نادي الزمالك في اي حاجه في الدنيا. ليه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ والله مش عايزينها سيبوها. يعني لو انتوا مش قادرين تاخدوا قرارات ومش قادرين، ان الموضوع صعب قوي كده وخلاص بقى معقد للدرجات يا باشا، مع الف سلامه، ما تمشي. هو انت عايد عليك بايه؟ سيبها يا باشا وامشي. سيبها ونشوف بقى اللي جابك ولا اللي جاب ده ولا اللي عمل ده، شوف هيعمل ايه وهيتصرف قد ايه في الملايين بتاع جماهير نادي الزمالك، وهيتصرف قد ايه في فرقه الكوره، وهيتصرف ازاي في النادي وفي اعضاء والجمعيه العموميه والكلام ده كله، هيتصرف. شوفوا هيتصرف ازاي. لكن ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل وحضرتك واقف تتفرج زيك زي بل على العكس، انا دوري ايجابي اكتر منك. انا ساعات بدعمك ببوست، ساعات بقول لك يا عم توكل على الله وفي ظهرك يمكن تنجح. مش عارف، انت مش عارف تنجح. انت بتشمت فيك كل الناس، انت خليت كل الناس تقول لك ان انت يا باشا امشي، يا باشا مش مكانك. ايه ليه؟ عشان ايه؟ ايه اللي مانعكوا؟ يعني ايه اللي منعك ان انت تنجح؟ ايه اللي منعك ان انت تهتم بفريق كرة القدم وتشتغل صح، واللعيبه تشتغل صح، والدنيا تمشي صح؟ كنا بنقول ازمه الفلوس، لا اتحلت والناس زعلت لما قلنا ان الفلوس اتحلت. ما اعرفش يزعلوا ليه. اللي عايز يزعل يزعل، اللي عايز يزعل يزعل. خلاص، ما دام انت مش حاطط نادي الزمالك هو هدفك وهو مصلحتك، يا باشا ازعل، يا باشا ازعل. عايز تزعل ازعل. اللي ما يبصش لمصلحه نادي الزمالك، واللي ما يقدرش نادي الزمالك، واللي مش عايز مصلحه نادي الزمالك، خلاص ما تتكلمش عن نادي الزمالك. الموضوع بسيط وسهل، الموضوع بسيط. مش قد الشيله ما تشيلش، مش قد الموضوع ما تكملش، مش قد اداره النادي ما تسيبها، مش قد ان انت تطلع بفرقه الكره وتحقق طموحات ال 40 50 مليون زملكاوي، اتفضل امشي. لكن ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل وكله عمال يتفرج، وكل واحد اللي بيمصمص ليمون، واللي بيضرب لي كف على كف، واللي اخرته يعمل لي بوست، واللي اخرته يبعت لي رساله على الواتساب. ايه في ايه؟ ايه الموضوع؟ ايه الحل؟ انتوا هتسيبوا نادي الزمالك كده؟ هتسيبوا القطب الثاني للكره المصريه كده؟ ما هو هيبقى النتائج بتاعه المنتخبات كده، هتبقى الفرق الرياضيه المنتخبات في المنتخب كابتن حلمي هيبقى صفر، كابتن اسامه نبيل منتخبه هيبقى صفر، كابتن احمد الكاس هيبقى صفر. هتقول لي وصلنا كاس عالم، هتوصل كاس عالم وبترجع صفر اليدين. ما نضحكش على بعض. طول ما الكوره وطول ما الامور مش منتظمه ومش ماشي على ما يرام، ونادي الزمالك واقف على رجله، ونادي الاسماعيلي واقف على رجله، وبيراميدز واقف على رجله، والنادي الاهلي واقف على رجله، مش هيبقى فيه منتخبات. مش هيبقى فيه منتخبات. ونادي الزمالك، احنا المنتخبات بتدفع ثمن الانهيار على كافه الاصعده وكافه المستويات في نادي الزمالك دلوقتي. انهيار جت ارضي، لا ده جت ارض. ما ينفعش، ما ينفعش. ولازم يكون واقفه. انتوا ناس كبيره وناس مسؤوله وناس كلكم كل واحد في مجال عمله. انتوا ناجحين بره، اشمعنى في نادي الزمالك مش ناجحين؟ هو في ايه غلط؟ ما تشوفوا الغلط فين وجنبوه كده او نحوه جانبا واشتغلوا، يمكن ربنا يكرم. اللي يهم جماهير نادي الزمالك بطوله او بطولتين الموسم ده. الجماهير مش هتتنازل عن ده. خلاص، انت ما طلعتش قلت لي ان انت مش هتاخد بطولات، انا داخل 5 بطولات يبقى بنافس على ال5 بطولات. انت ما طلعتش وضحت للراي العام والجماهير وجمعيتك العموميه اللي بدات دلوقتي تتحرك وبدات تحاسب وبدات تعمل اجتماعات في النادي. فده ناقوس خطر عليكم وعلى استقرار نادي الزمالك الاداري. اتمنى ان فرقه الكوره يكون ليها وقفه، اتمنى ان الامور ترضي جماهير نادي الزمالك الفتره الجايه، والنتائج تكون مرضيه، لان اللي شفناه في المدرج وشفناه على السوشيال ميديا من الجماهير حاجه يئن لها الجبين والله العظيم. وحرام عليكم، ذنب الجماهير دي في رقبتكم وهتفضل في رقبتكم. كابتن رامي، مباراه الزمالك والمصري مباراه فاضحه كاشفه. نادي الزمالك الحاضر الغائب في هذه المباراه بمنتهى الصراحه، بمنتهى الوضوح، مش لمجرد انتماء بقى وتشجيع، لا احنا بنتكلم للصالح العام. فين نادي الزمالك؟ انا ما شفتش نادي الزمالك في المباراه، لدرجه في وقت من الاوقات الواحد طفى المباراه وخلاص، يلا يا عم كملوا، احنا لو قعدنا للصبح احنا مش هنجيب جول. يعني شوف، طبعا خليني اقول لك ان طبعا احنا الواحد يعني حزين جدا على نادي الزمالك. لا مش طبيعي اللي بيحصل، بيمر بيه النادي الحقيقه كريم، مش طبيعي والله. مأساة بكل معنى الكلمه. والناس بتتفرج للاسف. يعني انت عندك الاداره بتروح تتفرج على الماتشات، انا مش عارف هم بيروحوا ليه بجد والله. يعني انت ما عملتش حلول عشان بتروح ليه؟ نعم يا عم خليك في البيت. بما ان انت مش عارف تدير النادي ولا تدير الفريق ولا مين؟ المجلس اداره. نعم. بيروحوا
الناس بتهاجمهم. انت رايح مباراه المصري برضه يا كابتن رامي، ما هو المصري كان انت النهارده متصدر، وانت رايح وعايز عشان تكسب، عشان تسعد جماهيرك، انت راجع وفرقتك واقفه على رجل والدنيا حلوه وصرف لهم فلوس وعامل لهم كل حاجه، ما يكسبوش ليه؟ ما هي لعيبه برضه، لعيبه برضه بصراحه والله لعيبه مش عارف انا الدماغ دي جايبينها مش عارف ايه الغلط، انا مش عارف. لما يبقى عندك لعيب شتم نادي الزمالك، نعم، ويدخل قائمه نادي الزمالك ويلعب مباراه المصري، ديت في حد ذاتها كارثه وعيب. يعني النهارده عبد الرؤوف لما مشي من الزمالك قبل ما يمشي منع احمد حمدي من دخول الملعب. ليه؟ اتخانق وشتم لعيبه وشتم نادي الزمالك. ازاي لعيب زي ده يبقى موجود في نادي الزمالك؟ ده انا لازم اعاقبه واقعده في البيت لحد اخر السنه. تم الاستقرار على التجديد لاحمد حمدي وعدم رحيله من الزمالك. ليه؟ ميسي ولا هيديني حاجه. خبر جاب لعيب تقيل، لعيب تقيل، ما عمليش حاجه غير جاب لي جول في حياته. نعم. يعني شوف النهارده كريم، لو انا عندي سيستم اشتغل عليه واللي يحترم النادي اشيله فوق دماغي، وما يحترمش النادي بره النادي، انت هتبدا تزرع جوه اللعيبه اللي هو ايه، الاحترام والتقدير للكيان. لكن النهارده لما لعيب بيبقى في النادي والنادي يبقى مستباح بالنسبه له ان هو يغلط في النادي وفي زمايله ويبقى موجود في الفرقه، دي مشكله كبيره جدا في حق مجلس الاداره. فدي واحده من الحاجات اللي انا شايفها من الاخطاء الاداريه، ان النهارده لعيب يغلط في النادي وانت تسيبه مكانه. لابد ان هو بقى في عقاب شديد جدا. نعم، المجموعه دي انا ببارك للنادي المصري للصعود مبدئيا. خايف على نادي الزمالك جدا جدا جدا. 5 نقاط في المركز الثاني، كايزر تشيفز جنوب افريقيا 4 نقاط. الموضوع صعب جدا. زيسكو خلاص هو بره التنافس بدون نقاط في المركز الاخير. لكن كابتن رامي بخبره السنين وبانتمائك وبمشاعرك وبشغلك وبخبرتك كلها، قول لي ايه العلاج لفرقه الكوره في نادي الزمالك؟ انا دلوقتي بتكلم على فرقه كوره، انا عايز علاج وعايز فرقه كوره تكسب. حلو. انا ببارك للمصري التعادل والصداره، ببارك له. انا ما بتكلمش على المصري. المصري هيصعد، يعني المصري ماشي بخطه ثابته جدا، والمليون مبروك لاخواتنا وحبايبنا في بورسعيد كلهم. النادي المصري ماشي زي الفل. انا خوفي كله دلوقتي على الزمالك، في منافسه شرسه جدا 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 من بطل جنوب افريقيا كايزر تشيفز. ان انت عندك برضو غيابات. يعني انت النهارده مثلا عندك عبد الله السعيد مش موجود. مبرر يا كابتن. لا، ما هو انت الكواليتي اللعيبه اللي موجود في الملعب ده كريم اصلا لا يرتقي باسم نادي الزمالك. انا نادي الزمالك يا كابتن. نادي الزمالك بيلعب باسمه وهويته بس. يبقى اللي جاب الصفقات يا كابتن يمشي، واللي ما جابش بديل يمشي، واللي غلط يمشي، واللي جاب صفقات مضروبه يمشي، ويريحونا بقى. قلنا ده من بدري يا كريم، قلنا النهارده. لا والله مش من بدري، ده احنا قعدنا ندعم لحد اخر لحظه في الدنيا على امل ان الناس دي ربنا يكرمها وتنجح. قلنا من بدري لما انت رحت جبت لعيبه غير مؤهله ان هي يبقى عندها طموح نادي الزمالك. نعم، انت جبت لعيبه الاختيار غلط بالظبط. لكن انت النهارده جبت عداء الدباغ، لعيب مش جاهز لا بدنيا ولا جسديا ولا اي حاجه، ولا عمل حاجه من ساعه ما جه. العلاج عشان الوقت. العلاج ان انا النهارده محتاج ان اللعيبه دي تعرف قيمه النادي. كمجلس اداره يقعد معايا اللعيبه دي. تمام. اللي عايز يلعب معانا اهلا وسهلا. كان بيحصل قبل كده المستشار مرتضى منصور لما كان بيحصل الدروب ويحصل حاجه، كان بيقعد وياخد مجلس الاداره ويروح يقعد ويتكلم ويحفز ويدعم، وكان بيحصل. ممكن يعملوا كده، مش عيب. المجلس بعيد عن ده خالص يا كريم. نعم. المجلس رمى جون ادوارد وما جابوه عشان يعلقوا اخطائهم على جون، عشان لما يجي حاجه يقول لك احنا جبنا واحد كان عامل منظومه في فاركو وللاسف ما نجحتش كمان في فاركو. جبته نادي الزمالك مع احترامي ليه كل الاحترام والتقدير، وشخص محترم الناس كلها، انا ما اعرفوش شخصيا ولكن كل اصدقائي المقربين منه بيتكلموا في حقه كويس، ولكن الاحترام حاجه كريم، والشغل بقى البروفيشنال حاجه ثانيه. وحاجه ثانيه بقى، نادي الزمالك طبيعه خاصه. طبعا نادي الزمالك طبيعه خاصه طبعا. مش اي حد يعرف ينجح في نادي الزمالك، مش اي حد. انت النهارده يا كريم اللي انا شايفه ده على الوضع الحالي ده، انت جبت سمسار لفرقه الكوره بمسمى مدير رياضي. نعم. بمعنى والراجل نفسه كان جاي مدير تعاقدات. خلي بالك، ما هو دي بقى ما هو عايز يعني. هو كريم فشل في اداره كل الملفات في الكوره وفي النادي وفي الالعاب الجماعيه وفي الصالات وكل حاجه. نعم. فشل فيها كمجلس اداره. طب يلا نكمل حل معلش. انا شايف ان المجلس لابد ان هو يقعد مع اللعيبه هو والجهاز الفني، ويقول للعيبه، يكون صريح، اللي عايز يلعب في نادي الزمالك على الوضع الحالي اهلا وسهلا بيه، اللي مش عايز يلعب مشيهم. اقصى طموحهم هيروحوا فرقه في اخر الترتيب. اسم نادي الزمالك يساعدك انك تقدر تعمل حاجات كتيره لو انت استغلته صح. أكيد. لكن النهارده انت سايب النادي مستباح للاعيبه تشتمه، سايب نادي مستباح للاعيبه ما عندهاش روح، سايب النادي مستباح جمهور عمال بيموت في الشارع. عشان خاطر ايه؟ والله. يا عم زي ما انت قلت كلمه مهمه جدا يا كريم، واحنا قلناها من شويه من فتره،
انت مش قد المسؤوليه امشي. امشي. يعني الموضوع سهل، انت ماسك في الكرسي ليه؟ ده موضوع ده يعني انت تطوعي، ده النهارده عمل تطوعي. وانت النهارده راجل ما بتتقاضاش يا عم امشي. مرتبات امشي. مقابل العمل. والله. وانت فشلت، احنا بنقول لك يا عم الحاج انت فشلت في كل الملفات اللي موجوده. والله امشي. صعبانين على الواحد والله من كميه النقد ومن كميه الانتقادات اللي بتطولهم على السوشيال ميديا ومن الجماهير. في والله المدرجات، لان يا عم بيروح فين خلاص يا المدرج عم، الموضوع بيتذبح. مش مستاهل والله. بالظبط. فانت مش مستاهل. النهارده انا شايف النهارده كريم لابد نعم. ان هم يقعدوا مع فرقه الكوره دي. يا رب. لابد ان هم النهارده، خلي بالك احنا اتكلمنا من شهرين على ان هم يبيعوا لعيبه ويجمعوا ويبداوا يجيبوا لعيبه ويحلوا مشاكل نعم. النادي. نعم. جايين يحلوا مشاكل النادي في اخر 3 ايام في انتهاء القيد عشان يقول لك احنا ما لحقناش نتعاقد مع لعيبه. للاسف. كابتن رامي بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. حبيبك يوم، بتشرف دايما بيك يا حبيبي. حبيبي تسلم. اعزائي المشاهدين خلص كلامنا النهارده، لكن كلامنا في الكوره دائما وابدا لن ينتهي. بكره كلام جديد وضيف جديد في كلام في الكوره. اشوفكم على الف خير.